السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم وجيه خوجة من قناة وجيه خوجة. احنا عندنا هنا النهاردة دي مزرعة من مزارع أسماك السلمون، اللي بتربى فيها أسماك. اللي احنا شايفينه دي الأحواض بتاعة تحضين الزريعة، من أول ما بتبقى إصبعيات لحد ما بتوصل ل 30 من 30 ل 80 جرام الحباية. يبتدي بعد كده ينقلها ويوديها في الأحواض بتاعة التسمين. هنا بيعلفها بعلف من 40 ل 43% بروتين. نسبة الدهون بتاعتها بتبقى من 18 ل 20%. بعد كده بيبتدي ياخدها من الأحواض دي وينقلها في الأحواض بتاعة التسمين. هنا بيعمل تشيك كده على الزريعة اللي موجودة عنده، بيشوفها وصلت الأحجام إيه، هل هي قابلة إن هو دلوقتي يبتدي ياخدها ويوزعها على الأحواض بتاعة التسمين ولا لسه شوية. هو بيبتدي يعمل الممارسات دي كده على حوض حوض عشان يشوف الدنيا معاه هتمشي إزاي. بعد كده هو بيبتدي ياخدها ويحطها في الأحواض بتاعة التسمين اللي احنا زي ما احنا شايفين كده، زي ما قلنا دي الأحواض بتاعة الدين. هنا ابتدى ياخد الزريعة بعد ما عرف إن هي خلاص كده الحجم بتاعها مناسب جدا للتسمين، وابتدى يحطها في المكنة بتاعة الفرز والتحجيم عشان تحجم كل حجم لوحده، بحيث إنها تنقلها بعد كده في مواسير على الأحواض بتاعة التسمين والتربية. هنشوف دلوقتي وهي ماشية في المواسير ديت، كل ماسورة واخدة حجم موحد بتنزله في حوض لوحده، بحيث إن هو يضمن بعد كده لما يجي وقت الحصاد يبتدي يطلع كل حجم لوحده. هنا القنوات بتاعة الري اللي بتدخل المية على الأحواض بتاعة التسمين، زي ما احنا شايفين كده السرعة بتبقى عالية فيها شوية، لأن هنا هي بتعتمد على معدل دخول وخروج مية يومي طول النهار، بحيث إن هي يعمل تجديد وتغيير للمية أول بأول ويحافظ على جودة المية. وفي نفس الوقت زي ما احنا شايفين مفيش أي وسيلة ضخ أكسجين غير هي الشلال اللي نازل دوت، وبالتالي كمان تجديد المية أول بأول ده اللي بيسمح بضخ الأكسجين للأسماك والحفاظ عليها. هنا متبقاش المية كده أبدا. احنا شايفين هنا الأحواض بتبقى تقريبا 5 متر عرض في 50 متر طول في عمق، ودي مهمة جدا، من 2 متر ونص ل 3 متر، عشان يقدر إن هو يحافظ على درجة حرارة مناسبة جدا اللي هي من 10 ل 15 درجة مئوية للأسماك، لأن زي ما احنا قلنا كده هي أسماك مياه باردة. آه، حاولت النهاردة أقدم لكم فيديو مفيد عن أسماك السلمون. اللي ما اشتركش معنا في القناة يا ريت يشترك معنا في القناة ويضغط لايك، علشان دي بتساعدنا في إن احنا نقدم كل جديد ومفيد لكم. كان معكم وجيه خوجة.